فيديو النهاردة مختلف شوية لأننا هنتكلم عن أغرب الأشخاص اللي عندهم أندر الصفات الجسدية اللي بتحصل لواحد من كل ملايين الأشخاص، واللي بيشوف الأشخاص دي بيندهش ودايما بيقعد يبص عليهم في الشارع أو في أي مكان اللي هو مستغربين. فالنهاردة معانا شوية أشخاص كده هنشوفهم مع بعض في الفيديو ده، وفي الفيديو ده طبعا مقصودش أي تنمر ولا أي تريقة، لأن طبعا كلنا في الأول وفي الآخر بشر زي بعض. بس الأول قبل ما نبدأ انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويلا نشوف ايه الحكاية. اول شخصيه معانا بنت اسمها ناتاشا، ودي بنت روسيه واتولدت سنه 1987. ودي تقدر ان هي تشوف الاشخاص بالاشعه السينيه، ودي عندها القدره ان هي تشوف جسم الانسان من جوه والعظم بتاعه بالاشعه السينيه وهي بعينها العاديه جدا. والكلام ده بدأ معاها من وهي عندها 10 سنين، واتشهرت بعد كده باسم فتاة الاشعه السينيه، واكتشفت ده أول مرة على جسم والدتها. وبقدرتها دي على فكرة كانت بتقدر تشوف الأعضاء الداخلية للجسم والأعضاء الخارجية بالأشعة السينية، وكمان تشوف العظم ولو كان فيه كسور أو أي حاجة. وبسبب القدرة دي طبعا اشتغلت في مركز طبي، والدكاترة طبعا احتاروا في القدرة دي وما كانش لاقيين أي تشخيص ليها ولا لاقيين أي تفسير طبي أو علمي. بس كويس يعني استغلت القدرة دي في الخير. انت لو مكانها كنت تتمنى ان انت يبقى عندك القدرة دي ولا لأ؟ نروح بقى للشخصية التانية اللي معانا، وهو عمو حاجي أو عمو حاجي. وده اتشهر بان هو ما استحماش لمدة 60 سنة. انتوا متخيلين؟ اتولد سنة 1928 في دولة ايران، وجسمه عليه طبقة من التراب مغطية الجلد تماما، واتشهر بأقذر رجل في العالم. ونفس الحوار في شعره ودقنه، محلقش لمدة 60 سنة برضو، وكان دايما بياكل الحيوانات الميتة واللحوم بتاعتها. واغلى حاجة هو يمتلكها الشخص ده هي حاجة كده زي ماسورة حديد بيحط فيها فضلات الحيوانات ويشربها كأنها سجاير. وأهل المنطقة اللي هو كان عايش فيها بنوا ليه كوخ من الأحجار عشان يعيش فيه، وكان بيشرب سجاير بكميات كبيرة جدا 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 فوق مما تتخيلوا. ومات سنة 2022 عن عمر يناهز 90 سنة تقريبا أو ممكن أكتر كمان. فقول لي انت بقى، هل انت تقدر تقعد من غير سحوم لمدة سنة واحدة بس حتى؟ نروح بقى للشخصية اللي بعد كده، ودي عجيبة وغريبة جدا. ودي ست عندها 100 سنة تقريبا وعايشة في الصين. في يوم من الأيام الست دي طلع لها ورم في راسها من قدام، في قورتها يعني بالظبط. والكلام ده كانت سنة 2010. بس اللي ما كانش معمول حسابه ان الورم ده فضل يكبر لحد ما بقى طوله 7 سنتي، وبقى عامل زي القرن بالظبط وما يختلفش عن القرن في اي حاجة. وبعد فترة بسيطة حصل مفاجأة غير متوقعة وخلت اهلها واللي حواليها كلهم في ذهول. والمفاجأة بقى ان طلع ليها ورم تاني في الجنب التاني من راسها، وبكده بقى عندها ورم في الجنب اليمين والجنب الشمال. ومفيش دكاترة كانت عارفة ده بسبب ايه، بس في البعض منهم قال ان ممكن يكون بسبب ان الجلد بيتعرض للشمس بفترات كبيرة. بس برضه هي كانت اول واحدة تظهر بحالتها دي، وهي حاولت ان هي تعمل عملية جراحية عشان تشيل الورم ده عشان ما يبقاش عامل زي القرن. بس للاسف الورم طلع تاني بعد ما عملت العملية الجراحية، والظاهر كده ان هو مكتوب لها ان هي تعيش الباقي من عمرها بالورم ده. والشخص اللي معانا بعد كده هو الطفل علي حسين خان، وده عنده 14 سنة واتولد في الهند. وده عنده مرض خطير جدا وهو الشيخوخة المبكرة، وعايش في جسم عجوز مع انه هو طفل عنده 14 سنة بس. وكان عنده 4 اخوات ماتوا بنفس المرض من سن 12 سنة لسن 24 سنة. وجسمه بيكبر بسرعة أكبر 8 مرات من جسم الإنسان الطبيعي. واللي مصاب بالمرض ده في العالم كله حوالي 80 أو 70 واحد بس، وما يكتروش عن ال100. واللي بيجيله المرض ده شكله بيبقى أكبر من سنه بكتير، حتى أعضائه كلها كأنه راجل عجوز بالظبط. واللي عنده المرض ده بيموت بدري شوية بسبب أمراض القلب المبكرة اللي بتجيله. والطفل ده بيقول إن هو كان يتمنى إن هو يبقى أحسن من كده ويعيش طفولته ويبقى عنده صحاب وليه علاقات اجتماعية مع كل الناس. وفي فيلم اتعمل بيبان معاناة الطفل ده مع المرض ومعاناة أهله معاه. والفيلم ده رجع الثقة لأهله من تاني. نتمنى من ربنا ان هو يشفيه ويشفي كل المرضى والشخصية اللي بعد كده دي واحدة تحسها ان هي عندها 17 روح وعايشة بيهم، وهي غريبة جدا جدا جدا. ودي واحدة اسمها كارين وعندها مرض اضطراب الشخصية. ولو سمعت عن المرض ده مرة، احب اقولك ان المرة دي غير اي مرة انت سمعت عنها، لان دي الاغرب في العالم. لان كارين دي كل يوم بتنام وبتصحى تلاقي نفسها في مكان ما تعرفش عنه اي حاجة خالص، ولا جت هنا ازاي،
ولا ايه اللي وداها هنا مع انها نايمة في مكان تاني خالص؟ واضطراب الشخصية اللي عندها نادر جدا، لان هي عندها 17 شخصية بتعيش بيهم، وكل ده طبعا غصب عنها. والكلام ده بدأ معاها في سنة 1999 لما مرة نامت وصحت ما تعرفش اي حاجة عن ماضيها، والدكاترة كانوا محتارين معاها ومش عارفين يشخصوا حالتها، وكانوا عارفين ان علاجها ملهوش اي لازمة خالص. الشخصية اللي معانا بعد كده واحدة سودانية اسمها نيا كيم، ويا رب كنت نطقت الاسم صح، ودي اتولدت سنة 1999 في اثيوبيا. اهلها هاجروا من السودان بسبب الحروب الاهلية اللي موجودة هناك، واول مرة راحوا على اثيوبيا، والمرة التانية راحوا على كينيا وقعدوا عايشين سنين في مخيمات اللاجئين هناك. في المرة الأخيرة هاجروا لأمريكا، وفي الوقت ده كان عندها 14 سنة. ولما راحت أمريكا طبعا هناك اتعرضت للتنمر كتير جدا، وحصل مشاكل كتير جدا بسبب بشرتها اللي مفيش منها اتنين. وبعد فترة في أمريكا حبت إن هي تدخل مجال الأزياء، وبالفعل عملت كده، وقدرت بشطارتها إن هي تلفت الانتباه ليها في وقت قصير جدا، وبقت مشهورة جدا في المجال ده. وعملت دور صغير في بعض الأفلام، واتعرفت وقتها بفتاة الظلام بسبب لون بشرتها الغامق جدا اللي مفيش منه اتنين زي ما قلنا. وبشرتها مش غامقة وخلاص، دي بشرتها الأغمق في العالم كله تقريبا، وبتلفت الانتباه بسرعة جدا. والشخص اللي معانا بقى ده حكايته حكاية وغيرهم كلهم تماما. والشخص ده قضى نص حياته تقريبا أو معظمها في جزيرة، وكل ده ليه؟ بسبب أمر من أيام الحرب العالمية التانية من القائد بتاعه. وده جندي ياباني اسمه هيرو، وقعد يحارب 30 سنة بعد الحرب العالمية التانية ما خلصت. راح هيرو لجزيرة في الفلبين مع القوات اليابانية أيام الحرب العالمية التانية ضد أمريكا سنة 1944، وأمر القائد بتاعه إن هو ما يستسلمش أبدا، إنه ما يرجعش لحد ما يديله أمر تاني. وطبعا كان عايش على ثمار الأشجار اللي موجودة في الجزيرة، وكان بيصطاد الحيوانات اللي كان بيقدر عليها. وراح قائد عشان يقنعه إنه يرجع، ورجع فعلا لليابان سنة 1974، وبقى مثل أعلى للجنود اللي في اليابان كلهم على مر التاريخ تقريبا. وطبعا اتكرم واخد جايزة بسبب ولائه وطاعته. بس بصراحة اي واحد كان يفكر كده بعقل شوية كان هيلاقي نفسه ان هو يرجع احسن بكتير، طالما هو لوحده اصلا. فقول لنا انت لو مكانه انت هتعمل ايه. وكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص، ولو لقيت تفاعل على نوع الفيديوهات دي هعمل منها كتير الفترة الجاية. وما تبخلوش عليا بالدعم عشان القناة تكبر. وكان معكم حسن الخولي.